نوه الملك محمد السادس الأمس الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية 11 بما قامت به مكونات الشعب المغربي من تضامن وتآزر عقب الزلزال اللي ضرب منطقة الحوز. واعتز الملك محمد السادس بدور القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والأطر الصحية. وقال الملك في الخطاب ديالو قدام النواب البرلمانيين: كان مصاب الزلزال عظيما والألم شديدا، ومسنا جميعا ملكا وشعبا من طنجة إلى القويرة ومن شرق البلاد إلى غربها. وزاد الملك قال في الخطاب ديالو: إلا كان الزلزال كيخلف الدمار، كاين الإرادة ديالنا وهي البناء وإعادة الإعمار. وزاد الملك وقال في الخطاب ديالو: بالرغم من هول الفاجعة اللي كيخفف من مشاعر الألم وكيبعث على الاعتزاز، هو ما قامت به فعاليات المجتمع المدني وعموم المغاربة داخل الوطن وخارجه، وذلك من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي مع إخوانهم المنكوبين، مشيدا بالتضحيات اللي قدمتها القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية لإنقاذ ومساعدة السكان بالمناطق المتضررة.